أحلى عالم بالعالم. اليوم جلبت لكم المزيد من الدليل والبرهان، اليوم بقلم مازيغ مبارك بالقاسم وهو أمازيغي، نقلا عن الدكتور اليمني محمد بن مسلم دبلان المهيري. اليمنيون ليسوا عربا بل حميريون مهريون. اليمن ليس بلدا عربيا بل هو بلد حميري مهيري. طبعا بننزل بنشوف هذا الكاتب شو عم بيكتب، وجاب الدليل البرهان، تحسنوا تراجعوا كتاباته. واليوم تتسبب بذوبة عروبة اليمن في اعتبار اليمن ملكا للعرب. وهوية هون وهوية اليمن القومية الأصلية حميرية، وبيقول وهوية إسرائيل عبرية، وهوية فلسطين آرامية أو فلسطية. وطبعا هو جلب دليل البرهان، بيقول ورغم استعراب اليمن وعمان لغويا مع انتشار الإسلام، فقد بقيت إلى يومنا هذا في اليمن وعمان ساكنة تعدادها ما بين 100,000 إلى 200,000 من المواطنين الناطقين باللغة المهيرية كلغة كلغة شو؟ ماذا؟ لغة ويمكن اعتبار اللغة المهيرية لغة منحدرة من لغة حمير اليمن القديمة. وطبعا هذه جلب أمثلة طاب بهذه اللغة الأعجمية. بالعربي واحد، ثرو أو ثرو اثنان، قاتاي ثلاثة، هو أنا، هيت أنت أنت. لاحظوا الاختلاف. هذه دليل بأن اليمن كانت تتكلم بلغة أعجمية، وهذه اللغة لا يفهمها العرب الأصلاء من شبه الجزيرة العربية. طبعا هو جالب هذا البحث، تستطيع أن تعودوا للغة المهيرية واللغة الحميرية للتأكد بأن لليمن كان هنالك حضارة عظيمة. نحن لا ننكر هذا، لكن كانت بلد أعجمي وليس عربي وليس أصل العرب والعروبة كما يدعون. ننزل الآن. هذه هي اللغة المهيرية في عمان، هذه أسماء الباحثين في تكلم اللهجة المهيرية، تأليف محمد بن مسلم دبلان المهيري. عندك العرب القدماء اعترفوا باختلاف لغة حمير عن لغة العرب. في كتير إثباتات تثبت بأن اليمن عجمية أو أعجمية وليست عربية الأصل، وإنما عربت وتكلمت بلسان عربي. أنتوا أحلى عالم بالعالم، تابعوني.